اليابان منبع الانمي والمانجا والقصص اللي غيرت كتير جدا في عالم الانيميشن، واللي قدمت برضو عدد من المانجاكا العباقرة جدا. ما تقدرش تنكر مثلا عبقرية شخص زي اودا والعالم الضخم جدا بتاع وان بيس اللي هو عامله، او ايسياما والملحمة اللي مقدمها في اتاك اون تايتن، او الدراما الحزينة اللي كان بيقدمها كيشيموتو في ناروتو، او الفلسفة اللي كان بيحطها كوبو في بليتش، او الحبكة العظيمة اللي بيعملها توجاشي في هانتر. لا بس استنى ثواني كده بقى يا توجاشي يا راجل يا ما تبطل بقى وتنزل فصول، ده انت راجل تمام انا كده استريحت. المانجاكا دول عباقرة ومبدعين، بس من وجهة نظري انا في شخص ما يفوق كل المانجاكا دول، هو شخص واحد بس. الشخص ده والمانجاكا اللي هنتكلم عنه النهاردة هو ناواكي اوراساوا، الرجل الافضل في اليابان. حقيقة من وجهة نظري الشخصية ناواكي اوراساوا هو افضل مانجاكا في اليابان، ومش هبالغ لو قلت انه الاعظم في تاريخ اليابان كلها، وده على الاقل من وجهة نظري انا. واكيد وجهة نظري دي خاطئة بشكل كبير جدا، انا في الاخر مش الشخص اللي عنده المعرفة بتاريخ اليابان كلها او بتاريخ المانجا اليابانية كلها مثلا، بس من وسط كل الحاجات اللي انا قريتها كان دايما اعمال الراجل ده كانت مختلفة، كانت عبقرية مميزة، فيها شيء مختلف عن كتير غيره. ثواني هو انا ليه بتكلم وكأن ناواكي ده ابن خالتنا مثلا وانتوا عارفينه كويس جدا؟ مين هو ناواكي اوراساوا ده اصلا؟ بص يا معلم، ناواكي اوراساوا هو الراعي الرسمي للشباب المحنكه اللي بتلاقيهم بيحطوا صوره يوهان او فرين، لان الشخصيتين دول ناواكي هو اللي عملهم. طوكيو في اليابان تحديدا يوم 2 يناير سنة 1960 يتولد طفل اسمه ناواكي اوراساوا، ومن وهو عنده 4 سنين أظهر لعيلته كلها اهتمامه الكبير بالمانجا والرسم ورواية القصص، وتحديدا أعمال أوسامو تيزوكا. ناواكي كان منبهر بشكل كبير جدا بمانجا فينيكس وأرك أعظم روبوت على وجه الأرض من أسترو بوي. ناواكي كان شايف أوسامو تيزوكا هو القدوة والأيقونة ومصدر الإلهام بالنسبة له. 5歳ぐらいの時に、親が買い与えた2冊の漫画の本が ناواكي أظهر عبقرية كبيرة جدا في حبه الكبير للمانجا، لدرجة إنه وهو عنده 8 سنين بس يعمل أول قصة كاملة ليه. ومع مرور السن ونضوج ناواكي بدأ يعرف وقتها الفرق بين المانجا اللي هو بيعملها وبين المانجا التجارية اللي معمولة عشان تجيب فلوس كتير. بقى عارف إن القصص بتاعته دي مش القصص اللي هتعمل مبيعات كتير، وبالتالي مش هتضر ليه المبلغ المالي الكويس. فبقى محتار بين اختيارين، يا يكمل حياته ويشوف له وظيفة عادية جدا أو يشتغل كمانجاكا. وفي النهاية استقر على إنه يكمل في حياته ويبقى مانجاكا كهواية مش أكتر. بس في الحقيقة الموضوع ده مستمرش على كده كتير. هنعدي وقت من الزمن، ناواكي كان بيقدم على وظيفة في شوجا كوكين. حبه لصناعة المانجا كان لسه هو اللي بيحركه، عشان وقتها يروح لمجلة شونين جامب ويعرض عليهم شوية من أعماله اللي هو عملها. بس للأسف هم مرضيوش إنهم يقابلوه أصلا، وبالصدفة البحتة وقتها يقابل رئيس تحرير مجلة بيك كوميك، الشخص اللي قرأ أعمال ناواكي وأعجب جدا بيها، وتعاقدوا معاه على عمل اسمه ريتيرن. العمل ده ما نزلش نهائي، هم مجرد دخلوا بيه في مسابقة وقدر ناواكي انه يكسب المركز الاول، وبعدها يقابل تاكاشي ناجازاكي اللي هيبقى المساعد بتاعه في كل اعماله. وهنا كانت البداية والباقي للتاريخ. نهاية العالم والعواقب والتهديد الكبير اللي بيظهر والمستقبل الغير معروف، دي بعض المواضيع اللي كان بيناقشها ناواكي في أعماله اللي كان معروف بطريقته المثيرة والغير متوقعة في سرد قصصه. المؤامرات المكتملة ومجموعة الشخصيات اللي بيحصل لها تغيرات كبيرة جدا. لما تبدأ تقرأ القصص بتاعته على الأغلب مش هتعرف إيه اللي هيحصل بعد كده. اوراساوا كشخص عبقري جدا في تقلبات القصة، ممكن تكون تقلبات ناجحة أو فاشلة أو
غريبة بالنسبة للشخص اللي بيقرأ، وده شيء وارد جدا، بس ما تقدرش تنكر انها معمولة بشكل متماسك فعلا، ونادرا لما بتلاقي ليها سقطات، وما تقدرش تنكر انك بتحتاج تركز شويتين 3 في قصص أوراساوا المعقدة جدا. شخص بيحب كتابة القصص اللي بتبقى على فترة زمنية كبيرة، أجيال قديمة، شخصيات صغيرة ونفس الشخصيات دي لما كبرت في السن، مع وجود عدد كبير جدا من التنقلات الزمنية بين الأحداث. في البداية هتحس إن ملهاش تفسير، بس مع نهاية الأحداث هتعرف ليه هو كان بينتقل بالمشاهد في الزمن من الماضي والحاضر. شخصيات أوراساوا إذا كانت الشخصيات الرئيسية أو الشخصيات الثانوية بتبقى شخصيات متقنة الصنع سواء في النص أو الصورة، بس فعليا نواكي كان بيتألق جدا في كتابة الأشرار. أشرار نواكي بتبقى شخصيات مكتوبة بعناية شديدة ومعقدة جدا، وبيحيط بيها الغموض الكبير جدا. الأبطال بتوعه بيبقوا مكتوبين بشكل كويس، بس العامل اللافت للنظر في أعمال أوراساوا هم الأشرار. لو أنت شخص داخل الفيديو ده وأنت عارف مين هو نواكي أوراساوا، فأنت أكيد عارف الرباعية العظمى بتاعته: بلوتو، ميليبات، مونستر، وفتيان القرن العشرين. 4 أعمال كل واحدة فيهم أحلى من التانية، وكل واحدة فيهم أقل ما يقال عنها إنها تحفة فنية. 1994 كانت بداية نزول مانجا مونستر، ولو انت شخص مش من محبين أوراساوا ومش بيك فان ليه، فانت برضو ما تقدرش تنكر ان مونستر هي واحدة من اعظم الاعمال. قصة مثيرة من البداية للنهاية، قصة بعيدة نهائيا عن قوة الصداقة واستعارات مانجات الشونين الطفولية، كمية تعقيد كبيرة جدا ونظريات مؤامرة شاملة وشخصيات مكتوبة بشكل كويس جدا، وكل حاجة مترابطة ببعضها بطريقة منطقية جدا. عمل بيعبر عن انجاز محدش يقدر يعمله غير نواكي أوراساوا. مونستر هو ذروة كتابة أوراساوا، والشيء اللي مخلي مانجا مونستر هي تحفة فنية هو شخصية يوهان. شخصية يوهان واحدة من اكتر الشخصيات شهرة وتعقيد في نفس الوقت، ومش في مونستر بس، لا ده في تاريخ المانجا كلها. اتفهم جدا انك ممكن تبقى شايف ان تجاهل يوهان للحياة البشرية امر صعب جدا، بس في الحقيقة ده جزء من وجهة نظره العدمية، فلسفته الشخصية وحضوره هو اللي مخليه كده. لولا شخصية يوهان كانت حياة كينزو تينما كطبيب في المانيا الغربية هتمر مرور الكرام، حياة طبيب تقليدية وعادية جدا، انما بسبب وجود يوهان في مانجا مونستر بقت مونستر فعلا. أوراساوا ببراعة شديدة جدا نسق قصة وحبكة ووصف واحداث خلت مانجا مونستر دي مش اعظم عمل في مسيرة أوراساوا نفسه، لا دي واحدة من اعظم الاعمال في تاريخ اليابان كلها. شوية تخيلات لأطفال في سنة 1969 تبقى هي التهديد اللي بيواجه العالم في المستقبل. أهلا بيكم مع مانجا فتيان القرن العشرين، قصة انهيار العالم وأصدقاء الطفولة مع مزيج لموسيقى الروك اند رول. حاجات غريبة جدا، صعب انهم يجتمعوا مع بعض في عمل واحد، بس لما اجتمعوا مع بعض تحت ايد شخص زي نواكي قدر انه يعمل بيهم قصة ممتعة من البداية للنهاية. القصة اللي بتمتد لعقود من الزمن، بداية من المخبأ السري اللي كان معمول بالفروع والأغصان لحد زمن الروبوتات القوية جدا والمستقبل اللي مفيش حد بيتمنى انه يحصل. قصة صعب تقول انها جاية من نفس الشخص اللي عمل مونستر، ومش كده وبس، لا ده كان بيكتب القصتين دول في نفس الوقت. نفس الزمن اللي أوراساوا كان بيكتب فيه مونستر كان برضه بيكتب معاها فتيان القرن العشرين. اندو كينجي الطفل اللي كان بيحلم انه يبقى نجم روك مشهور جدا، علشان مع مرور الزمن ينتهي بالمطاف انه يبقى صاحب متجر ومسؤول عن بنت اخته، وبيعيش حياة بسيطة جدا، وبسبب حادث يتصدر عناوين الاخبار بيتم لم شمله هو واصدقاء طفولته. وقتها بيشوفوا رمز مش غريب بالنسبة لهم، وطائفة بيقودها راجل غريب بينادوه اتباعه باسم فريند. دي كانت بداية القصة، قصة من البداية للنهاية بحبكة وبلوت تويست وتعقيد من امتع ما يكون. وما تخليش حنين الماضي والمستقبل المتدمر المبنية عليه القصة دي يخليك تعتقد انها قصة خيال علمي
درامي، لا خالص، هي قصة فيها مشاعر كتير جدا وتطورات كبيرة جدا في جوانب الشخصيات الرئيسية بتاعتنا. بتشوف شخصية البطل بتاعنا وهي بتتطور وبتنضج، وكل ده قدام عينيه. بتشوف قصته وهو طفل سنة 1969، وبعدها لما كبر سنة 1997، والتطور اللي بيحصل له مع مرور الأحداث علشان يوصل إنه يبقى شخصية مغايرة تماما عن الشخصية اللي بدأت بيها المانجا. القصة بتبدأ من الحاضر وبعدها تنتقل للماضي، للوقت اللي كان فيه كتاب النبوءة، الكتاب اللي كتبوه شوية أطفال بيتوقعوا فيه المستقبل، والمستقبل اللي توقعوه ده كان مستقبل مرعب، أصعب بكتير من أي تنبؤات بالمستقبل تنبأتها شعوب المايا أو نوسترداموس مثلا. والمفاجأة لما بيلاقوا إن الكلام الفارغ اللي هم كتبوه ده في كتاب النبوءة بيتحقق. في البداية هتحس ان في حاجة مش مظبوطة، في قصص كتير مش متناسقة مع بعض، بس في النهاية وهو بيجمع لك الصورة الكاملة للقصة دي مع كل الحاجات اللي كانت مش متناسقة، وقتها تعرف ان الحاجات دي كانت متناسقة فعلا، بس احنا كان غايب عننا الصورة الكاملة. قصة نفذها أوراساوا ببراعة شديدة جدا، هتخليك من اول قرايتك للفصل الاول فيها حابب تكمل للنهاية. ايه هي الخطة السحرية اللي ممكن من خلالها تعيد اختراع عالم ايقوني زي عالم استرو بوي؟ الاجابة ببساطة شديدة جدا، خلي الشخص اللي يكتب العمل ده يبقى نواكي أوراساوا، وبوم بقى عندك تحفة فنية جديدة اسمها بلوتو. نواكي اللي كان طفل شايف أوسامو تيزوكو هو الملهم والمثل الأعلى بالنسبة له، وكان معجب جدا بأرك أعظم روبوت على الأرض من أسترو بوي، قرر إنه يكرم الشخص اللي كان ملهم ليه ويقدم لنا واحدة من أكتر الأعمال المنافية للعقل. في وقت ما كل الأعمال الخيالية كانت عندها معضلة حوالين الروبوتات وهل هي عندها مشاعر ولا لأ، أوراساوا انحرف عن القاعدة دي نهائيا وافترض إنهم فعلا عندهم مشاعر. عمليات قتل وقرون عملاقة في جثث الموتى ودوافع خفية في القصة، ومفتش اليوروبول الآلي اللي في معضلة نفسية داخلية كبيرة جدا، والروبوت المحبوب اللي مات بسبب غامض. كل ده كان في الفصل الأول بس. رؤية أوراساوا للقصة دي خلت كل شخص يتفرج عليها يتعامل مع الروبوتات دي على إنها بشر ويتعاطف مع بعضها ويكره بعضها. في مشهد لما جيزخت كان بيقول فيه للست الآلية دي إن جوزها مات، وتحاول بعدها الآلة دي إنها تعالج مشاعرها وتحس بإحساس بشري وترفض إنه يمسح الذاكرة بتاعتها لأن ذاكرتها كلها معاه، كان مشهد يبان لك إنه هادي جدا في المانجا بس جواه في تفاصيل نفسية ومشاعر كتير جدا. بلوتو هو عمل مختلف ومن روائع أوراساوا المهمة جدا. مع تصنيفات أعماله السابقة وإضافة الكائنات الخارقة للطبيعة والتلاعب بالأحداث التاريخية وبأسلوب نواكي الكلاسيكي اللي بينتقل بيه في فترات زمنية مختلفة وتقديم عدد لا يحصى من الشخصيات، بكل المقومات دي قدر نواكي إنه يعمل حكاية مذهلة باسم بيلي بات. تقدر تعتبره شخصية كرتونية، كيان مرشد، شيطان أو مظهر من مظاهر رغبات البشر، كائن قوي جدا وقادر على فعل أي شيء. كل ما سبق كان بينطبق على بيلي بات، بس مين هو بيلي بات ده أصلا؟ كيفن ياماجاتا رسام كاريكاتير ياباني أمريكي، وشخصيته بيلي بات الشخصية المحبوبة من كل القراء بتوعه إذا كانت بجانبها الطيب أو الشرير، الشخصية اللي هو كان عاملها أو كان فاكر كده لانه عرف بوجود مانجا فيها شخصية خفاش شبه الشخصية بتاعته، وبتبتدي تدور في دماغه فكرة سرقة الشخصية بتاعته او اللي كان فاكر انها بتاعته. بيروح اليابان ويقابل المانجاكا ده وبيطلب منه انه يكمل له قصة الخفاش، ومع مرور الوقت بنعرف اكتر واكتر عن شخصية بيلي بات اللي ما كانتش مجرد شخصية كرتونية ابتكرها كيفن، لا ده وجود مشؤوم، كائن موجود في كل حاجة بتحصل وهتحصل. كان موجود في العصور القديمة لعصور اغتيال الرؤساء لحد العظمة بتاعت 11 سبتمبر. كل الأحداث دي كانت تحت تحريك وتأثير بيلي بات وبطرق عمرك ما تقدر تتخيلها، وبتبدأ تسأل نفسك أسئلة كتير. هو الشخصية دي منين وازاي هو هنا؟ بيلي بات هو واحد من رباعية نواكي الأعظم وكان آخرهم.
نواكي نزل اعمال تانية غير الرباعية دي، منهم اعمال قوية جدا زي اسادورا اللي على الرغم من انها لسه مستمرة الا انها في طريقها انها تبقى واحدة من تحف نواكي الفنية، واعمال تانية شارك فيها زي ماستر كيتون مثلا. كل دي اعمال قوية في سي في راجل اسطوري اقل ما يقال عنه انه الافضل في اليابان. ولا ثواني، جوناثان دياز الكاتب الامريكي اللي قال ان اوراساوا هو كنز وطني لليابان، ولو قريت كتاباته فانت هتعرف ليه هو كده. وبس لو انت وصلت لحد هنا فاتمنى منك بس دقيقة من وقتك تدعي فيها لاخواتنا في فلسطين، ولو تقدر تساهم او تتبرع باي شيء اتمنى انك تعمل كده لان ده هيساعدهم جدا. وما تنساش تحط لايك للفيديو وكومنت تقول لي رايك فيه في الفيديو، ولو عجبتك الفكرة ان احنا نتكلم عن المانجاكا بشكل عام قول لي تحت برضه في الكومنتات، ممكن ننزل فيديوهات تاني من نفس النوعية دي. وبس اشوفك يوم الاثنين الجاي في فيديو جديد. سلام. بدأ يعرف وقتها الفرق بين المانجا اللي هو بيعملها وبين المانجا التجارية اللي معمولة عشان تجيب فلوس كتير، وغالبا نواكي كان بيلقح على أودا.